مفيش اي شك بالنسبه لي ان مسلسل عين سحريه بعد ما شفت منه 4 حلقات هو الافضل في رمضان بفارق كبير جدا عن باقي المسلسلات، واكتر مسلسل عجبني قوي الصراحه. السيناريو بيتكلم عن فكره تحقيق العداله ومواجهه الفساد في المجتمع من خلال شخصيتين، عادل وزكي راغب، وكل واحد عنده وجهة نظر في شكل العدالة وطريقة تحقيقها. شخصية زكي ده راجل عنده ذكاء ووجهة نظر في شكل العدالة، وانه منها يحبس الناس الفاسدة ومنها يستفاد بالفلوس، وده شفناه في اول كويست بتاع اللحمة الفاسدة اللي كان تفاصيله اكتر من مبهرة، وقد ايه هو عنده عقلية تخليك تقتنع بكلامه. وعلى الناحية التانية شخصية عادل اللي كان مختلف معاه وشايف ان دي سبوبة اكتر ما هي تحقيق للعدالة، ولما قرر انه يسبق زكي بخطوة طلع هو سابقه بمليون خطوة لما حط له المخدرات في المكتب، وطلع ذكي واخد باله انه عايز يوقعه. ولكن اهو شخصية عادل مع الحلقة الرابعة بدأ يطبق نفس القانون ده، ولانه كمان صور صاحب المصنع، والاتنين ما بينهم يا جماعة دويتو اكتر من رائع. عصام عمر وباسم سمرة اداء تمثيلي من اروع ما يمكن، وحتى اخوه الصغير عمر الشريف عامل دور هايل. وفكرة ان احنا بنتعامل مع شخصية عنده كليبتومانيا، هو هوس السرقة يعني، ده خط اكتر من رائع. حتى على المستوى الاخراجي المسلسل عظيم، وصورته هي الافضل حتى الان في رمضان، وكمان الموسيقى التصويرية، وطبعا المونتاج وجميع العناصر الفنية. عين سحرية من المسلسلات اللي انا مكملة للاخر ومستمتع جدا بيها.